مساء الفل على بتوع الكوره وماتش الاهلي وصن داونز اللي خلص بنتيجه 2-2، وهندخل في موضوع الاله الحاسبه بتاع كل سنه. قبل ما نتكلم في اي نقطه، الاهلي دخل الماتش وهو ناقص 2 لعيبه، قفشه وبيرسي تاو. كولر ابتدى بنص ملعب مكون من ديانج ومروان عطيه. طب مين اللي هيوصل الكوره من ورا لقدام؟ فكان الملعب مقسوم نصين. طبعا انت بتلعب من غير صانع العاب، ففكرتك في صناعه اللعب هتكون متكونه من 3 حاجات: يا اما الباكات تهاجم، يا اما نص الملعب هو اللي يصنع لعب، يا اما تضغط عالي والكره مش معاك. والاهلي فعلا قدر ان هو يلعب بضغط عالي جدا، وقدرنا نوصل بكوره واثنين وثلاثه. تعليق في كوره واحده بس في الماتش بتاعت احمد عبد القادر اللي في اول الماتش. عايزك تبص معايا كده على حارس المرمى هو فين، واحمد عبد القادر برضه شاطها في الارض. الجون قدامه قد الاستاد وبرضه شاطها له في الارض، وبنرجع نزعل ونقول احنا ما بنكسبش ليه. فضلنا بقى طول الماتش عمالين نشعلق الكوره وكله عمال يشلط. فانا كان عندي سؤال بس: انت بتلعب كوره عاليه على مين؟ يعني انت الخط الامامي بتاعك مكون من بيرسي تاو وحسين الشحات وقفشه واحمد عبد القادر. مين فيهم بيطلع يلتحم؟ مين فيهم بيطلع يستلم الكوره؟ مين فيهم بيطلع ياخد الكوره بدماغه؟ فمش عارف جت منين الفكره بتاعت الكور العاليه دي. وندخل في الشوط الثاني، واول 10 دقائق تاخد ضربه جزاء عشان تقدر تتعادل وترجع للماتش، ونلاقي حسين الشحات ماسك الكوره ومحمد هاني يدخل عشان يشوط ضربه جزاء. من امتى محمد هاني بيشوط ضربه جزاء او اي حد غير علي معلول وهو موجود؟ علامات استفهام كتير جدا لحاجات بتحصل في الملعب. والدقيقه 57 لقطه الماتش بالنسبه لي، كوره من جوه السته تقريبا الشناوي يقدر يصدها، وهي دي ميزه ان يكون عندك حارس كبير، ان هو يقدر يرجعك في الماتش او يحيي لك الماتش. الكوره دي لو كانت دخلت كان الماتش هيتأزم جدا والنتيجه هتبقى 2-0، وكنت تقريبا هتبقى خسرت الماتش. لكن الشناوي صدها وفي نفس الدقيقه تقريبا تقدر ان انت تجيب جون التعادل عن طريق عبد المنعم. والدقيقه 74 بعد لقطه فرديه خالصه من حسين الشحات يقدر يجيب الجون الثاني، وتبقى متقدم والدنيا تمام والاهلي ضاغط والجمهور مبسوط وكل حاجه تمام. لكن الحلو ما يكملش. ما تفهمش الكوره متكعبله، يشوطها لعيب صن داونز تيجي في العارضه، تلاقي عبد المنعم بيتزحلق، تيجي للعيب صن داونز لوحده يقوم حاططها جون ويخلص الماتش بنتيجه تعادل. عايز اتكلم على كام لعيب، ونبدا بعبد المنعم اللي كان فيه سنتين عوجان النهارده على الكوره، ونتج عنه كميه ميس باص بطريقه مش طبيعيه. مفيش حد بيتعوج على الكوره والكوره تديله ابدا. وندخل في علي معلول اللي مش عارفين لغايه امتى هنفضل نستحمل الاخطاء البدائيه بتاعه الاطفال او المبتدئين في الكوره اللي بيلبسنا بيها جوان. مفيش مدافع ابدا بيسيب المهاجم في ظهره يتحرك براحته ويبقى باصص هو على الكوره وسرحان وسايب المدافع. لا، علي معلول كان سرحان والدنيا طراوه وراه ولبسنا جون. وفي نفس الكوره دي محمد هاني كان عمال يحلق من اول على اللعيب اللي عرض الكوره، ومحمد عبد المنعم كده كده مغطيه. اضغط وخد الكوره، انت مش لسه مبتدئ عشان تقعد تحلق على الكوره. وكابتن محمد مجدي كرشه بقى، بغض النظر انه ملوش اي 60 لازمه في الملعب، لكن لما الكره تجيلك جوه الجون اساسا بتقولك قطع الشبكه. حرام يعني، حرام والله. نفسي اعرف ازاي عدتك اساسا. مروان عطيه اللي عمل النهارده مجهود بدني ومجهود في الدفاع والكره مش معاه خرافي. وعايز اتكلم على مروان عطيه بالخصوص، لو الكره اتطورت في رجله هيروح في حته تانية خالص وهيبقى حرام يلعب في مصر اساسا. تيجي لعبد القادر اللي زي الزفت النهارده والكره عماله تتكعبل في رجله، مصمم برده يعدي. لما الكره ما تكونش ماشيه معاك طلع الكره من رجلك. لحسين الشحات اللي كان عنده جديه النهارده وكان بيلعب راجل جدا ومستموت على الماتش، ومن وجهه نظري ان هو ياخد الفتره اللي جايه كلها يفضل هو اساسي في مركز الجناح. لبيرسي تاو بقى اللي المره المليون ما ينفعش يلعب مهاجم، ويا ريت لو تقعده. يعني حرام اتفرج على بيرسي تاو 90 دقيقه اقسم بالله. مش فاكر له شوط على الجون، مش فاكر له حركه عملها، مش فاكر له اسيست عمله. صفر مردود فني، صفر. حرام ان احنا نقعد نتفرج 90 دقيقه على بيرسي تاو. لاعب اي حد العب ناقص، بس ما تلعبش بيرسي تاو. والاول مره هقولها صريحه، كولر النهارده هو اللي يشيل الليله كلها. الاهلي عمره ما شفناه بيلعب على شعلقه الكوره والكور العاليه دي. بص كده على اللقطه دي وقول لي ديانج يلعب الكوره لمين؟ او فين اللعيبه اللي تملى كل المساحه دي؟ نفس اللعبه وديانج قدامه فدان ارض ومش لاقي حد يلعب له. وبالمناسبه ديانج لسه في المغرب، ما رجعش من كاس العالم اساسا، يوصل بالسلامه ان شاء الله. ونرجع لعمو كولر اللي بدا اساسا بتشكيل غلط واعتمد على لعيبه لا تصلح لتاخير تغييرات بقى وتبديلات اساسا زي الزفت. والسؤال المهم، في ظل الصحراء اللي كانت في نص الملعب دي واستحواذ صن داونز عليك في ارضك، فين القندوسي وفين حمدي فتحي؟ فين شادي حسين اللي بره القايمه خالص وبتلعب بتاو مهاجم؟ شايف بعد ما المجموعه اتعقدت في فرص ان احنا نصعد ولا خلاص كده؟ اكتبوا لي في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير، واشوفكم الماتش الجاي على خير.